الا ما كنتيش مزابي يا اختي على بوك جدك ما يصدقش معاك هاد البوشيه. ايوا نبداو على بركه الله. خذوا لي واحد الجبانيه تاع القمح الفينو. خذوا لي زلافه ديال الفورس. معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. خذوا لي معلقه كبيره ديال العسل. تبعوا معايا الطريقه باش نعطيكم داكشي بالتفاصيل. خذوا لي شويه ديال الملحه والماء اللي كيكون دافي، ما يكونش سخون بزاف، يكون دافي. ايوا وخلطوا لي هاد العجينه ديال البوشيار مزيان. هي خاصها تخلط مزيان بحال العجينه ديال السفنج. غادي تجمعوها في الاول بحال ما هكا بشويه بشويه، وتبقاو تدلكوا فيها بالكف ديال ايديكم. تبقاو تجمعوا تدلكوا بحال ما هكا، غير كتعطيوها غير البونيه، ما تدلكوها ما والو. وفي الاخير غادي تبداو ديروا ليها بحال هذا الشكل هذا، بحال العجينه ديال السفنج. ايوا غادي تستمروا بالطريقه هذه تتحسوا بدوك الكويرات ديال العجينه دابو ما بقاوش كيبانوا. وغادي تغطيو عليها واحد ربع ساعه على ما تخمر شويه عاوتاني تولي بحال هذا الشكل هذا. وتعاودوا تطربوها بحال بيديكم، طربوها مزيان 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 كتولي بحال هذا الشكل هذا، تولي رطبه بحال العجينه ديال السفنج. وتعاودوا تغطيو عليها عاوتاني حتى تخمر معكم في القصريه شويه تاني، عاد باش كتعاودوا تشكلوها كويرات بحال هكا وتقرصوها. ايوا صافي غادي تستمروا بحال هذا الشكل هذا، ديروا هاد الكويرات تقرصوهم كاملين، تكوروهم تحطوهم في واحد البلاطو باش يرتاحوا. ضروري تخليهم يرتاحوا شويه عاد باش تبداو تخبزوا. صافي هنايا انا عطاتني 6 زلافه ديال الفورس وزلافه ديال القمح الفينو. عطاوني 6 ديال الشيالات. صافي هنايا غادي ندوزو، غادي تاخذوا شويه تاع الزيت وغادي تاخذوا هاد الورق ديال الطبخ. انا عندي هاد الورق اللي كندير في الافراير، هادي راه جاتني مزيانه بحال الشياره. ايوا صافي غادي دابا ملي يرتاحوا ليا دوك القريصات اللي درت، انا غادي نقرصهم في هذا الورق اللي قلت لكم، ونرش المقيله ديالي بالزيت بحال هذا الشكل هذا. وغادي نرمي ديك غتهزوها بالكاريط ديالها وغادي نترميوها. صافي غادي نرميوها وغادي نخليها. ما تجهدوش البوطه بزاف، غير نقصوا البوطه شويه. وغادي نخليوها تدير دوك الفقاعات مزيان، دير دوك الفقاعات وغادي نترشوها عاوتاني بشويه تاع الزيت وتقلبوها. صافي غادي نستمر على هذا الشكل هذا. انا غادي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا الشكل كيفاش داير. غير تبعوا الطريقه اللي قلت لكم. تبارك الله راه غادي ينجح لكم هذا الشيء، لان انا ما كانش كينجح ليا، ولكن بلي تبعت الطريقه هذه نجح ليا. انا كنت واخده الطريقه من الام ديالي. حنايا العائله تاع مزار تبارك الله هم معروفين بالشيال. صافي ملي غادي يولوا فيها بحال هاد الفقاعات غادي نتقلبوها. ايوا صافي تبارك الله شوفوا راه تحمرت من التحت. ايوا صافي هنايا الكويدات ديالي راني طيبت. دابا راني كنطيب وبنتي كتعمر في اتاي باش عنسالي تبارك الله. وندوزو يا اختي ندوزو نعمرو هاتي وناكلو. هانتي دابا راه صافي راك شفتوا كيفاش طيب تبارك الله. هنايا شوفوا ليا البريريد راه هو كيتشحر يا اختي بالنعناع وفليو. وهنايا بنتي راه دازت ذوبت شويه تاع الزبده بلديه وشويه ديال العسل اللي هو نوعيه جيده حتى هو تبارك الله غزال. ايوا صافي اختي راه حنايا اختي دهنا دوك البطيبيطات غادي ندوزو ناكلو من بنتي وندوزو نتمغطو على الزينات دوك الشويويرات يا اختي بنان تبارك الله ولدات على الزيناتهم. عرفتي راه جا رطب بحال القطن وفشفش من الداخل ورطب.
ما نعاودش لكم عرفتي راه جا غزال. درتي شويه تاع الزبده بلديه وشويه ديال العسل. ما نعاودش لكم عرفتي راه كنتمنى تجربوا هاد الشيء، راه غادي يعجبكم. تبعوا غير الطريقه وتبارك الله غادي يعجبكم، غتوليو دائما ديروه، غتوليو فوق ما تجلسوا تشهاوه وتنوضوا ديروه. وساهل، تبعوا غير الطريقه غادي نتعلموا ليه. واخا ما تكونوش مزابيات غادي نتعلموا ليه. ايوا كويلاتي بصحتكم وراحتكم، وما تنساوش تخليوا لي لايك وواحد التعليق زوين وديروا لي ابوني. الله يحفظكم ليا كويداتي.